السلام عليكم. قبل لا نبدأ القصة اقرأ آية الكرسي مرة واحدة، لأنهم يقولون إذا ذكروا هالمحلوقات تقرب وتسمع. ولا تنسى اللايك والمشاركة، لأن قصة اليوم خطيرة فعلا. القصة هذه صارت لفراس، وفراس يقول اللي صار لي كان وقت ما انعمل سحر أسود على زوجتي، ومو أي سحر، فودو، السحر اللي غالبا يكون في أفريقيا. أنا تزوجت سنة 2023، وأول كم شهر كانت الأمور طبيعية، لكن المشكلة بدأت قبل الزواج. خالتي كانت تبي أتزوج بنتها، لكن زوجت واحدة غيرها، وهالشي خلاها تزعل زعل مو طبيعي. والغريب خالتي وعائلتها ساكنين في جوهانسبرغ أفريقيا. بعد فترة من الزواج زوجتي بدأت تتغير، تسوي شي وفجأة توقف. أكلمها ما ترد، أناديها بصوت عالي تفز كأنها كانت غايبة عن الدنيا. وجت ليلة باردة من ليالي الشتاء، صحيت من النوم ولقيت السرير فاضي والباب مفتوح. طلعت أدور عليها ولقيتها واقفة في زاوية الحوش، حافية وفي عز البرد. ومن ذاك اليوم صار هالشي يتكرر. كل ليلة بين الساعة 12 والثنتين تقوم من النوم وتطلع للحوش وتوقف ساكتة. مرة من المرات قفلت باب الغرفة بالمفتاح من داخل، قامت زوجتي وبدأت تهز الباب بقوة كأنها لازم تطلع غصب. ومن بعدها أشياء صارت في البيت خلتني أتيقن أن الموضوع مو مشي أثناء النوم ولا حالة نفسية، كان في شيء مسيطر عليها. إذا حاب تعرف وش صار بعدها، لايك، اشتراك، مشاركة، وانتظر الجزء الثاني.